عشان قصص حبهم أفلاطونية ومليانة تحديات قرروا يغيروا ديانتهم عشان يعرفوا يتجوزوا ويجمعهم بيت واحد. زي أروى جودة اللي أخيرا لقت حب عمرها بعد سنين كانت مقررة فيها إنها مش هتتجوز غير إنسان يقدرها ويحبها بجد، وده اللي لقيته مع رجل أعمال إيطالي فرنسي الجنسية اسمه جون باتسي. وبعد ما اعترف لها بحبه وإنه عايز يرتبط بيها قالت له من الأول بشكل واضح لو أنت عايز تكون معايا لازم جواز رسمي، طالما هنتجوز يبقى لازم تشهر إسلامك. وطبعا جون في الأول كان مخطوف ومش عارف يعمل إيه، وقعد أسبوع مش بيكلمها وهي كمان ما كانتش بتكلمه، واتفاجئت بيه بيكلمها ويقول لها أنا هأسلم. وفعلا أخدته أروى جودة للأزهر واعتنق الدين الإسلامي واستلم كمان شهادة وقرأ الفاتحة. ومش بس كده، لا كمان غير اسمه من جون باتست لآدم، وظهروا سوا لأول مرة على ريد كاربت مهرجان الجونة 2024 ومعاهم كمان ابنه. وبعد ما اكتملت الأوراق قدرت تكتب كتابها في وزارة العدل في يناير 2024. وزي ما أروى بسيطة في حياتها كمان كانت بسيطة يوم كتب الكتاب، واكتفت ببنطلون وبلوزة بيضة ولبست طرحة بيضة قصيرة، وبعد كام يوم عملت فوتو سيشن وبس. اما بقى مايا دياب فهي عانت كتير في قصة حبها، خصوصا بعد رفض رجال الدين في لبنان جوازتها، فاضطرت تدفع آلاف الدولارات ليهم عشان تتم الجوازة. وفي 2006 اتجوزت مايا رجل الأعمال عباس ناصر مدني 2006 وخلفت منه بنتها كاي. ولكن ماي ما استمرتش في الجواز وانفصلت بعد سنتين، وقالت انا وبنتي مش بنتكلم في موضوع الديانة ومش هنتكلم، هي لازم تتعلم ازاي تتعامل مع البني ادمين وتحب الناس وما تأذيش حد. وعلى فكرة مايا مش الوحيدة اللي عملت كده، وعانى وائل جسار في 2005 عشان يقدر يجتمع بحب حياته ماري مقدسي، لان العيلتين كانوا معترضين على الجوازة. وبعد ما تحدوا الظروف قدروا يتجوزوا، وطلب وائل من ماري تعتنق الاسلام، وكان شايف ان مراته لازم تتبعه والاولاد يكونوا عارفين هيمشوا على انه دين. وقال وائل انا اتعلمت في مدارس مسيحية في بيروت واعرف كل التراتير واحب يكون اولادهم عندهم نفس الوعي. انما عاصي الحلاني ومراته خالد بوليس فهي من اشهر الكابلز في الوسط الفني وبتضرب بحبهم المثل، خصوصا بعد استمرار جوازهم اكتر من 25 سنة من غير اي خلافات او مشاكل على العلن. بس المشاكل الكبيرة قابلوها في فترة البدايات بعد ما وقع في حبها عاصي لما اشتغلوا سوا في كليب سنة 1995. وبالرغم من اعتراض العيلتين الا انهم خدوا قرار الجواز، بس ما عملوش فرح عشان يتفادوا اي مشاكل بين العيلتين، وشافوا انه مع الوقت هيتقبلوا بعض. وعشان كارول سماحة كانت بتدور طول حياتها على الحب الحقيقي، اول ما لقيته في رجل الاعمال وليد مصطفى ما سابتوش، واتجوزوا مدني في 2013 في قبرص. وبالرغم من اختلاف دياناتهم، هي مسيحية وهو مسلم، انها كانت بتاكد في كل انترفيو على ان علاقتهم مبنية على التفاهم والاحترام. طب كنتوا تعرفوا ان الفنان الكبير يحيى الفخراني يتجوز الكاتبة لميس جابر بالرغم من اختلاف دياناتهم؟ هو مسلم وهي مسيحية، ولكن فيلم عفاريت الاسفلت كان ليه حكاية، هو جمع بين الفنانة سلوى خطاب بالمخرج أسامة فوزي، ومن بعد الفيلم ده قرر يتجوزها. ولكن بعد 3 سنين حصل اللي محدش كان يتوقعه، وهو طلاقهم. ولحد دلوقتي ما قررتش سلوى تجربة الجواز تاني، وقالت سلوى عنه كان مخرج عظيم وجبت آخر الحب معاه، لكن كان زوج فاشل. كمان المطربة صباح لما قلبها دق للمذيع أحمد فراج اعتنقت الدين الإسلامي، ولكن بعد 3 سنين اتطلقت منه ورجعت تاني مسيحية. ولما نيجي نتكلم عن قصص الحب الأسطورية في الوسط الفني هتكون علاقة عمر الشريف وفاتن حمامة أول حاجة تيجي ببالنا، وده بعد ما تقابلوا لأول مرة سنة 1955 في فيلم صراع في الوادي. واعتنق بعدها عمر الإسلام واتجوزها، ورغم أن علاقتهم انتهت بطلاق إلا أن الحب والاحترام كانوا مستمرين.